بعد ما انتهت الحرب اخيرا وانتصر الخطايا السبعة على ملك الشياطين، مليودس رجع لطبيعته. الكل فرح برجوعه وما حدش كان مصدق اللي حصل، بس للاسف لوديشي اللي بعد الحرب كان جاب اخر تحمله. جسمه بدأ يختفي ويتلاشى من المكان بالكامل. اخوه مايل بيودعه وبيوعده انه يعتني بالكل من بعده. بعدها كل الخطايا كانوا فرحانين جدا، ولكن زعلانين في نفس الوقت برضه. فرحانين برجوع قائدهم لطبيعته، بس لسه زعلانين علشان اليزابيث فاضل لها يوم واحد وتموت. ديانا كانت عماله تعيط ومش قادره تقول لها حاجه. اليزابيث بعدها بتشكرهم على وقفتهم جنبها وبتطلب منهم يكونوا اصحابها بعد ما تموت وتصحى تاني. الكل طبعا بيوافق، ولكن بوم مره واحده مليودس بيفاجئهم، بيقول لهم مين قال لكم ان هسيبها تموت دلوقتي اصلا. بيفعل طاقته الجديده اللي اكتسبها من عالم الشياطين. طاقته بتعلى جدا، بيخلي بعدها مارين تبين اللعنه اللي عليها، وشكل اللعنه بيظهر فعلا. اللعنه شكلها مقرف ومرعب جدا، والعيال مش فاهمه حاجه. مليودس بعدها بيجمع قوته وهوبا دمر اللعنه. الكل اتصدم. اليزابيث من الفرحه مش مصدقه، جرت على حبيبها بسرعه واخدته في حضنها. قالت له بعدها كده اخيرا رحلتنا انتهت، انا مش مصدقه عينيا. مليودس قال لها ولنا. وبعدها الكل اصبح في سعاده غامره، والدنيا بقت عظمه وروقان على الاخر. بعدها بقى في المملكه بتنسحب الشياطين من الهجوم وبيعلن النصر اخيرا. مليودس واصحابه بيرجعوا على المملكه، وايلاين كانت في قمه السعاده، فرحانه برجوع حبيبها ليها، مش مصدقه عينيها. غيل ومارجريت هما كمان بقوا بخير، والبنت كانت فرحانه بحبيبها جدا. مليودس بعدها بيقول لهم كده ما عادش فاضل غير حاجه واحده. بيروح على حفره كبيره كده معموله في الارض، بينزل منها. ايوه الحفره ديت هي مكان ختم غلده. بيفك الختم عليها. البنت بترجع تاني، بتساله على حبيبها. مليودس مش عارف مكانه، بيقول لها بعد انتهاء الحرب جسمه اختفى وما عدتش عارف مكانه. غلده بتتأثر جدا وبتقول له خلاص انا هدور عليه، لو في اخر العالم مش هسيبه ومش هبعد عنه تاني. بتسيبهم كلهم وبتفعل قوتها وبتطلع من المكان بحثا عن حبيبها. العيال بعدها بتشوفها وبيستغربوا من المشهد ده. بعدين بقى بيرجع الكل على المملكة وما عادش فاضل كده غير الاحتفال وخلاص. بيلاحظوا بعدين بقى ان هوك مش موجود هنا، فبيروحوا علشان يدوروا عليه. بان ومليودس بيلاقوه قاعد في جنب كده عمال بياكل من الزبالة. ومليودس بيقول له مالك بعدت عننا ليه؟ هوك وقتها قعد يعيط، بيقول لهم في الحرب الأخيرة أنا كنت مجرد عائق وما ساعدتش في أي حاجة. أنا عارف إني ضعيف جدا وعلشان كده ما ينفعش أكون جنبكم يا أبطال. بان وقتها اتأثر من كلام هوك جدا وقال له بالعكس خالص، أنت شجاع وبتعرض جسمك للخطر علشان صحابك، ودي في حد ذاتها قوة مش عند أي حد. ارفع راسك وتعالى معانا، إحنا مش هنسيبك. هوك وقتها بيفرح من كلامه جدا، بيطير عليهم علشان يحضنهم، بس العيال بتميل وبيسيبوه يتخبط في الجدار. بعدها بقى بان ومليودس قالوا له احنا هنسمعك حاجه حلوه. بيغنوا الاغنيه اللي وايلدو كان بيغنيها له وهو صغير. هوك مش فاهم حاجه، مش فاكر برضو الاغنيه ديت، ولكن بالرغم من ده شعوره بالحنين لاخوه اللي مش فاكره خلاه يعيط. هوك مش قادر يمسك دموعه، الاغنيه اثرت فيه جدا. بعدها بقى بياخدوه على الحانه علشان يحتفل معاهم. الكل كان هناك، فضلوا ياكلوا ويرقصوا والدنيا اخر جمدان. وبعدها بان ومليودس طلعوا بره لوحدهم، بدأوا يتنافسوا على مين اللي هيشرب اكتر. بان متأثر جدا، بيسأل صاحبه بعدها وبيقول له انا مش عارف ليه حاسس ان دي اخر مرة نشرب سوا. مليودس بعدها نزل وشه في الارض كده وقال له انت اخدت بالك انت كمان ولا ايه؟ بان قال له بالظبط كده. بعدها بكام يوم بقى بدأ يحصل اعاصير وزلازل في كل الاماكن القريبة منهم. الدنيا باظت خالص. بان في الوقت ده بقى كان واخد ايلاين في حضنه وبيحكي لها عن السبب. بيقول لها بعد استخدام مليودس لطاقة ملك الشياطين العالم بقى رفضه نهائي، بيحاول يخرجوا منه، وعلشان كده لازم يرجع لعالم الشياطين من تاني. ايلاين زعلانه جدا وعماله بتعيط علشان اليزابيث هتبعد عن حبيبها بعد ما اخيرا رجع لها، بس بان بيطمنها وبيقول لها اللي جاي خير. تاني يوم بقى بيصحى باقي الفرقه عادي ولا كأن في حاجه. بيروحوا علشان يجيبوا مكونات للحانه والكل فرحان ومزقطط. بس مره واحده اسكانور بيوقف القائد، بيقول له واحنا نفضل الخطايا السبعه على طول؟ انا مش عارف ليه قلبي مش مطمني، هو ايه الموضوع بالظبط؟ الكل كمان اخدوا بالهم، مليودس خلاص لازم يقول لهم على الحقيقه. في الوقت ده بقى كانت اليزابيث والبنات قاعدين يهزروا مع بعض والدنيا اخر روقان، ولكن مره واحده ديانا بدات تعيط جامد. بتقول لاليزابيث القائد مش هيختفي، صح انتوا ومليودس هتكونوا مع بعض في العالم ده، صح ولا انا غلطانه؟ اليزابيث قالت لها لا، مليودس هيختفي من العالم ده. البنات كلها اتصدمت، محدش مصدق اللي قالته ده، حتى لو كده ما ينفعش تقولي الكلام بالاسلوب البارد ده. ديانا عماله بتزعق لها
لها بتقول لها انت ازاي مش فارق معاكي كده؟ الشخص اللي بتحبيه اختفى من العالم، انت ازاي لسه فرحانه؟ اليزابيث سكتت وما ردتش عليها وشكلها بتفكر في حاجه. في الوقت ده بقى كان مليوداس عرف الكل انه خلاص بالكتير يومين وهيختفي. بيقول لهم بعدين خدوا بالكم من نفسكم. وبيرجعوا بعدها على الحانه. في الطريق بالليل كان الكل زعلان وعمال يفكر في اللي جاي. اليزابيث كانت واقفه قدام الشمس كده وبتفتكر كلام غيلدا، بتفتكر عزيمتها علشان تدور على زلدريس وكلامها لما قالت مش هتسيبه. بيرجعوا اخيرا للعاصمه وبيلاقوا الملك عامل لهم احتفال ضخم، بيجمع الكل وبيقول لهم انا عندي لكم خبر جامد، انا قررت اعلن عن جواز بنتي وقائد الخطايا مليوداس. الواد بيتصدم من كلامه، بيكب الميه في وشه وبيقول له ايه الهبل اللي بتقوله ده يا ملك؟ احنا لسه ما اخدناش القرار. الملك لسه هيتكلم وهوبا لا اليزابيث قالت له لا، انا ومليوداس مش هنكون اصلا هنا، احنا هنروح لعالم الشياطين. الكل اتصدم، انت هتروحي معاه للجحيم برجلك ازاي؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ ولكن القرار اصلا كان متاخد من زمان واليزابيث خلاص لزقت. بتقرر بعدها انها تلم حاجتها وتودع الكل وبعدين تمشي. إيلاين كانت فرحانه جدا من قرارها وعماله تشجعها عليه. في الوقت ده بقى مليوداس كان قاعد مع الكل وبيستعدوا لاخر ليله ليهم سوا، بيسالوه ايه اللي كان عاوز يعمله في العالم هنا. مليوداس اتاثر جدا وقال لهم حاجات كتيره لسه، ولكن للاسف خلاص مش هعرف. كان نفسي ابني وابن باني يتعاركوا سوا ونشوف مين اللي هيكسب. كان نفسي كمان اعيش معاكوا زياده، ولكن انا شخص فاسد معرفش ينقذ اي حد ل 3000 سنه. الكل وقتها بيتعصب منه وبيقولوا له الكلام ده مش صح، انت انقذتنا كلنا، خلصتنا من الهم اللي احنا كنا فيه، لولاك يا قائد ما كانش زمان حياتنا ليها طعم اصلا، ولكن انت كنت الامل بتاعنا. وبقى الكل في قمه السعاده. تاني يوم الصبح بقى الكل بيجهز واخيرا جت اللحظه الاخيره، الكل بيودع بعضه. لحظات الوداع صعبه جدا. اليزابيث بتاخد شنطتها بتسبق مليوداس على البوابه، ولكن فجاه صخره عملاقه بتقع عليها. الكل بيترعب، محدش مصدق عينه، هي اللعنه لسه متفعله ولا ايه؟ مليوداس في الوقت ده كان فقد الامل وخلاص هينهار، ولكن مارين بتقول له اليزابيث لسه بخير وبتكون انقذتها. بعدها اللعنه بتاعتها بتظهر تاني ومليوداس بيتحول كمان مره وبيدمرها، ولكن كل لما بيدمرها بترجع وبتتفعل تاني. وده دليل على حاجه واحده بس مش اكتر. ايوه يا صديقي، ملك الشياطين لسه عايش. بعدها الخطايا بتاخد اليزابيث على مكان امن ومليوداس بيقعد جنبها علشان يحميها. بيفكروا ازاي ملك الشياطين لسه عايش، محدش مصدق ولا فاهم حاجه، بس اللي حصل صعب حد يتوقعه اصلا. فبعد هزيمه كيوزاك وتشاندرا على ايد مايل التحول بتاعهم بيخلص، بيرجعوا لطبيعتهم تاني. بيبصوا جنبهم بيلاقوا الوصايا 10 موجودين في جنب كده. هو ايه اللي حصل؟ مش المفروض تكون اتحدت مع مليوداس ولا ايه؟ بيبصوا الناحيه التانيه بيلاقوا زلدريس واقع مرمي على الارض غرقان في دمه. تشاندرا ما بيدلوش اهميه وبيكون رايح على الوصايا علشان يجمعها، ولكن كيوزاك من وراه بيقتله. بيقول له وقتك انت ومليوداس انتهى. بياخد جسم زلدريس والوصايا في ايده وبيجري. بيوصل على احد الكهوف، بيعمل تعويذه علشان تنقل الوصايا لجسم زلدريس. الواد بيفوق في اخر لحظه، بيحاول يمنعه من كده، ولكن كيوزاك ما بياخدش باله وبيدخل الوصايا لجسمه. الوصايا بتتحد معاه فعلا. زلدريس بيكبر وبيتحول للشكل ده. ايوه ملك الشياطين رجع تاني. بيشكر بعدها كيوزاك على اللي عمله وبعدين بيخلص عليه. بيطلع بعدها على بره بسرعه علشان يرجع قوته قبل ما الخطايا تتجمع. بيروح على الثقب بتاع عالم الشياطين وبيخرج منه وحش مرعب جدا. الخطايا 7 بيحسوا بيه والكل بيروح على المكان علشان يقتله، الا مليوداس بيفضل جنب حبيبته علشان يحميها. بس بعد ما الكل بيمشي اليزابيث بتروح على مليوداس كده وبتساله، بتقول له انت ليه خبيت عليهم؟ انت ليه ما قلتلهمش ان ملك الشياطين دلوقتي في جسم اخوك زلدريس؟ ليه ما عرفتهمش بكده؟ الواد زعلان جدا، بيقول لها علشان دي مشكله ما بين عيلتنا، انا وابويا واخويا، ومش عاوز اورطهم معايا اكتر من كده. اليزابيث بعدها بتتاثر من مشاعره وقالت له مشاكلك مشاكلي، انت حبيبي اللي هقاتل معاه لحد اخر لحظه في حياتي، يلا بينا ولا ايه؟ مليوداس في الوقت ده عرف انها تستاهل كل اللي بيعمله علشانها، بيقول لها يلا بينا وبياخد ايديها وبيتجه الاتنين الى مكان ملك الشياطين لمحاربته للمره الاخيره. فلا يقدروا ينتصروا عليه. تعالوا بينا نعرف اللي حصل. في نفس الاثناء ديت كان الخطايا 7 وصلوا على مكان الوحش ده وانصدموا من قوته. طاقته عاليه جدا ولو وصل لاي مملكه هيدمر ابوها. ده هيخلصوا منه ازاي ده؟ الوحش بعدها بيطلع وحوش صغيره منه وبينشرها في المكان بالكامل. الوحوش دي طاقتها عاليه جدا واستحاله حد من المملكه يقدر عليها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ في نفس الوقت ده كان زلدريس فاق في عالم الارواح ومش فاهم ايه اللي حصل له. بتظهر له غيلدا هناك بعدها وبتجري عليه وبتحضنه. زلدريس ما بيفهمش حاجه وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ البنت قالت له اخوك قتلني من 12 سنه، فضلت في عالم
عالم الارواح هنا مستنياك لحد لما تيجي. الواد مش مصدق، بيقول لها اكيد انت بتكذبي. غيلدا قالت له لا، وبعدها بتغفله اكتر، واتضح ان دي مسرحيه جديده ملك الشياطين عاملها علشان يسلب زلدريس ارادته ويستحوذ على جسمه بالكامل. بس في الوقت ده في العالم الحقيقي مليوداس كان وصل على مكان ملك الشياطين، استعد الاتنين للقتال. الشيطان بعدها بيستهزئ بيه وبيقول له انت جاي هنا علشان تموت ولا ايه؟ مليوداس بيقول له لا، انت اللي هتخسر، استعد للقتال. بيبدأ القتال ما بين الاتنين فعلا. مليوداس بيهجم عليه بسرعه، ولكن ملك الشياطين بيتفادى الهجوم، بيروح على اليزابيث بعدها وبيثبتها. بيقول لمليوداس لو اتحركت حركه واحده هخلص عليها، الغلطه الوحيده اللي عملتها النهارده انك جبتها معاك. اليزابيث بعدها بتضحك وبتقول له ما تفهمنيش غلط لو سمحت. بتفعل طاقتها السحريه، بتحبسه وسطها وبتدغدغ دماغه، بتقول له انا جايه للقتال ومش هكون عائق عليه. ملك الشياطين بعدها بيعرف حجم الخطر اللي بيواجهه ومش عارف هيعمل ايه. في نفس هذه الاثناء كان الوحش ده نشر كل الوحوش الصغيره ديت ووزعها على بريطانيا بالكامل. الخطايا شغاله ضرب فيهم بكل ما اوتوا من قوه، ولكن محدش قادر عليهم. وقتها بقى بان بيطير على الوحوش ديت وبيقول لهم سيبوها عليا. مارين بتديله السلاح الامبراطوري بتاعه علشان يزود طاقته. الواد ما بيصدق، بيجمع كل قوته في السلاح، اشتغل ضرب في كل الوحوش ونسفها حرفيا، قضى على المئات بل الالاف من الوحوش ديت في لمح البصر. ولكن لسوء حظه واحده من الوحوش ديت كانت هربت الى المملكه وممكن تاذي الناس هناك وتقتلهم. بان بيفكر يروح وراها ويقتلها، ولكن الوحش بيهجم عليهم وما بيخليهمش يتحركوا. العيال بعدها بتتجمع على الوحش وبينزلوا ضرب فيه بكل شراسه، ضربات من جميع الاتجاهات، وحرفيا الوحش اتعجن. في نفس الوقت ده كان الكائن اللي هرب من بان وصل على حدود المملكه، اشتغل ضرب في جنودها، بيتجمع عليه هاوزر وغل وجريامور، ولكن محدش قادر له. التلاتة عمالين ينجلدوا بس ومحدش قادر يقتل الكائن ده. بيهجم بعدها بلسانه عليهم وكان خلاص هيقتلهم، وهوبا اسكانور ظهر. ولكن ده مش القوي، لا ده اسكانور الضعيف اللي اتخلى عن سحره المايل وجاي علشان يحميهم. تحميهم ايه يا ابني؟ انت قادر تقف اصلا؟ اسكانور بيبين لهم بعدها عزيمته القويه، بيبين لهم قوه تحمله رغم ضعفه وقله حيلته. الواد عمال ينضرب من الوحش وجسمه عمال يتخرم، ولكن برضه ما بيستسلمش. بيقول وهو بينضرب انا واحد من الخطايا السبعه، مش هسيب حد يتاذى وانا موجود. الوحش ما كانش رحمه، خلاص شكلها دي نهايته. اسكانور جسمه بقى كله مليان جروح وخلاص شكلها دي النهايه. الوحش هو كمان بيتقدم عليه وبيفتح بقه وخلاص هياكله. بس فجاه طريق السلامه انت. مايل سمع صرخات اسكانور وراه علشان يلحقه، بيعالج جسمه من اصاباته، بيقول له شكرا على تضحيتك يا بطل. اسكانور مش مصدق عينه، فرحان علشان قابل مايل تاني، بيطلب منه يرجع له قوته علشان يقاتل مع اصحابه للمره الاخيره. مايل مش موافق يديهاله وبيقول له انت جسمك خلاص جاب اخر تحمله، ولو استخدمت القوه ديت كمان مره هتموت. اسكانور قال له ما عنديش مشكله، اموت وانا جنب اصحابي وبدافع عنهم وبحميهم، دي اصلا اقصى طموحاتي، من فضلك رجع لي قوتي تاني. مايل بيتاثر من عزيمته وبعدها بيرجع له قوته. في الوقت ده بقى كان ملك الشياطين استرجع جزء كبير من طاقته وشكله اتغير تاني. مليوداس بيحاول يضربه قبل ما يسترجع كل قوته ولكن ما بيقدرش عليه. وقتها الواد بيحاول ينده على اخوه علشان يسمعه، بينده على زلدريس بأعلى صوته، ولكن اخوك في عالم غير العالم بتاعنا، اتحققت كل امنياته، عايش مع حبيبته هناك واخدها بالحضن. وانا بصراحه لو مكانه ما كنتش هطلع برضه، بس ما علينا يعني. بيختفي بعدها وعيه من الجسم نهائي. ملك الشياطين استحوذ على جسمه بالكامل، طاقته الكامله بترجع، صورته النهائيه بتظهر، بيتحول للشكل ده. مليوداس بعد ما شافه عرف ان زلدريس استسلم جوه، طار على ابوه بعدها ونزل ضرب في كل حته ومش مديله فرصه يريح. ولكن ده ملك الشياطين برضه قوته في مستوى تاني، محدش هيقدر عليه بالسهوله ديت. بيستهزئ بمليوداس وبيكون خلاص هيقتله، بس فجاه حته من الوحش بتترمى عليه بتبعده. ايوه يا صديقي، الخطايا السبعه خلصوا على الوحش وجم على ملك الشياطين علشان يقتلوه. ده ايه العظمه ديت؟ مليوداس في الوقت ده كان فرحان جدا برجوعهم، عينه دمعت من دخلتهم عليه. ده ايه العظمه ديت؟ شكلهم هيعملوها ولا ايه؟ في الوقت ده بقى بام بينزل على مليوداس وبيقول له ايه يا صاحبي، انت طلعت من عالم الشياطين وحاربت كل ال 3000 سنه علشان تموت هنا لوحدك ولا ايه؟ مليوداس متاثر جدا وبيقول له بس دي معركه ما بين عيلتنا ومش عاوز اورطكم معايا اكتر من كده. العيال قالوا له تورطنا ايه يا عم، ده احنا لينا الشرف نساعدك. مليوداس بيتاثر منهم وبيقول لهم كده ليكم عندي واحده. بعدها بدات المعركه ما بينهم وما بين ملك الشياطين، وكان القتال عال العال. الكل بيقترح على مليوداس يستخدم طاقه جوسر وينتقل لعالم الارواح علشان يفوق اخوه جوه، ولكن محدش عارف. ملك الشياطين مش راحمهم نهائي، مش مخليهم يعرفوا يعملوا اي حاجه. تخيل ان الوضع
هيفضل كده يا صديقي؟ لا والله. الاسطوره اسكانور بيوصل على المكان وبيثبت ملك الشياطين لوحده، بيصد هجماته. الكل مش مصدق ان طاقته رجعت له، حرفيا كلهم مصدومين. مليوداس كان عارف ان اسكانور جسمه جاب اخره وبيقول له لو قتلت بقيتك ديت كمان مره هتموت. اسكانور بيقول له ايه المشكله؟ انا مش هلاقي معركه اعظم من كده انهي بيها حياتي. بيشتغل الكل ضرب في ملك الشياطين بعدها واسكانور معاهم. الفرصه بتيجي لمليوداس علشان يروح عالم الارواح اخيرا، وجسر بيساعده، بيستخدم طاقته على الشيطان وفعلا بيدخله. غيلدا في الوقت ده هي كمان كانت وصلت على المكان ده، عرفت بكل اللي بيحصل وقررت انها تروح على عالم الارواح برضه علشان تساعد حبيبها. في نفس الاثناء ديت كان مليوداس وجسر وصلوا على مكان زلدريس، بداوا يدوروا عليه، بيلاقوا فعلا ولكن جسمه مقيد بخيوط بيضة. غيلدا المزيفة حواليه مش سايباه نهائي. مليوداس بيندى على اخوه علشان يفوقه بأعلى صوته. فعلا زلدريس بيسمعه، بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ مليوداس قال له انا جاي هنا علشان ارجعك. غيلدا بعدها بتمثل عليه وبتكذب، بتقول له ما تصدقش الخاين ده، هو اللي قتلني من 12 سنة وجاي هنا دلوقتي علشان يخدعك. زلدريس بعدها بيقول لها انا عارف. البنت ارتاحت كده، بس زلدريس قال لها انا عارف من اول ما شفتك انك مزيفة، ولكن ضحكت على نفسي علشان اريح نفسي شوية. البنت بعدها بتتصدم، بتختفي من المكان وبتقول له قابل بقى. بتخفي جسمه، بتعمل وهم عليه، بتظهر نسخ كتيرة منه. مليوداس كان رايح علشان يحرره بسرعة، ولكن جسر بيزقه، بيضرب النسخة بداله. جسمه بعدها بدأ يتحلل. بيقول لمليوداس انت لو عملت اي حاجة في العالم ده هتطرد منه، لازم تفكر بعقل علشان تعرف تنقذه. وبعدها بيختفي هو كمان من هناك. في الوقت ده كانت غيلدا راحت على ملك الشياطين وعضته من رقبته. الشيطان مسكها بعدها وفصل دماغها، ولكن بسبب طاقة التجديد لمصاصي الدماء ما حصلهاش اي حاجة. بتستخدم بعدها قوتها الكاملة وبتدخل جوه دماغ زلدريس علشان تنقذه. في نفس الوقت ده مليوداس كان واقف ومحتار ومش عارف انهي واحد فيهم الحقيقي. بيسمع بعدها صوت غيلدا داخله عليه وبتقول له سيب الموضوع ده عليا. بتفضل تدور وسط النسخ كلها وهوبا انت الحقيقي. يا بنت اللعيبه، عرفتي ازاي بالسرعه ديت؟ الحب حاجه تانية برضه. بعدها النسخ التانية اتغير شكلها وبدات تهجم عليها. مليوداس بيشوفها في الوقت ده وبيجري عليهم وبيلحقها. بيقول لها بعدها انت الوحيده اللي هتقدري تنقذيه من هنا، خدي بالك منه. وبعدين بيختفي هو كمان من هناك. قبلها بشويه بقى واثناء القتال مع ملك الشياطين كانت الخطايا السبعه مستمرين بالضغط عليه ومش رحمينه نهائي، بس جسمهم كان عمال يتأذى، لازم يتعالجوا علشان يقدروا يكملوا. اليزابيث بتلاحظ ده وبتخلي مارين تشيل المكعب بتاعها علشان بتعالجهم فعلا. طاقتهم بترجع تاني، بيشتغلوا ضرب بكل قوتهم عليه. ولكن ملك الشياطين مش سهل برضه، بيجمع طاقه اكبر وبيهجم على البنت علشان يقتلها. تخيل بقى انه هيقدر يقتلها يا صديقي؟ لا والله. مليوداس كان رجع من جوه وطلع على حبيبته ولحقها. العيال اتصدمت، فرحت برجوعه. بيستعد بعدها كل الخطايا علشان يقتلوه. ديانا بتتقدم عليه، بتستخدم احدى مهارات دورورو اللي علمها لها، بتجمع كل طاقتها وبتطير الارض اللي هم عليها لفوق، بتحجرها نهائي. ملك الشياطين كده بقى بعيد عن مركز الارض ومش هيعرف يسترجع سحره. اسكانور كمان كان قرب من الشمس اكتر، وجي وقت الظهر وطاقته اصبحت مرعبه. اسكانور بعدها بيتقدم، بيقف قدام ملك الشياطين وبيقول لهم محدش يتدخل في القتال بتاعنا. بتبدا معركه من نار ما بين الاتنين، الكل شويه وهيطير من قوه هجومهم. ملك الشياطين ما كانش سهل ونزل ضرب على اسكانور وكسره، بس اسكانور مش رحمه برضه، عمال بيضرب فيه بكل قوته. الشيطان بيتاثر جدا من الهجوم بتاعه، ولكن اسكانور مش هيقدر يفضل على الحاله ديت على طول يا صديقي. بيرجع من التحول الاقوى بتاعه. ملك الشياطين بيرشق ايده في بطنه، مفكر نفسه هيفوز عليه، ولكن ده في احلامك. اسكانور بيزعق على اخره، بيطلع طاقه جباره. طاقه حياته بدات تتلاشى وبيقول اخيرا اعرف اوفي بالوعد لصاحبي. ووعد ايه اللي يخليك تستخدم طاقه حياتك علشانه يا ابني؟ تعال بقى لما احكي لك يا صديقي. في يوم من الايام كان اسكانور مقبوض عليه من الجنود ومحكوم عليه بالاعدام، وده علشان هو قرع بالوحوش في المنطقه الصبح واكل زتار علقه محترمه. اسكانور بالليل بقى كان ضعيف جدا وخلاص الحكم هيتنفذ عليه وهيموت. ولكن مره واحده مليوداس بيخرج وبيقول لهم المجرم ده تبعي، محدش يكلمه. الملك طبعا بيوافق وبيفك عن اسكانور. مليوداس بعدها بياخده بيوديه على الخطايا، بيقول لهم ده السابع بتاعكم، والكل طبعا بيرحب بيه. كينج بيروح عليه وبيختبره علشان يشوف هو ينفع ينضم معاهم ولا لا. بيقول له انت بتحب الفتيات العملاقه؟ اسكانور بيقول له لا. كينج بيقول له انت نجحت في الاختبار. والله كينج قال له كده يا صديقي. المهم بيناموا بالليل واسكانور بيستغل الوقت ده، بيطلع علشان يهرب قبل ما الشمس تطلع. مليوداس بيشوفه في الوقت ده وهو خارج وبيقول له انت رايح فين؟ الشمس كانت طلعت واسكانور كانت طاقته رجعت له. بيقول لمليوداس مالكش دعوه، ولو تقدمت خطوه كمان هقتلك. مليوداس ما بيسمعش كلامه وبيتقدم، وهوبا اسكانور ضربه هو وبان وكسر
كسر بيهم الجدار وبعدها سابهم ومشى. بيروح على جبل كده في الصحراء بيفضل يضرب فيه لحد بالليل. مارين بتروح له بتقول له مالك هربت ليه الصبح؟ اسكانور قال لها علشان انا متعود ان الناس كلها بتكرهني، لو فضلت معاكم اكتر من كده هسبب لكم مشاكل وهتكرهوني زيهم. بنو مليودس بيدخلوا عليه في الوقت ده وبيقولوا له من ناحيه المشاكل ما تقلقش، احنا اصلا اسمنا الخطايا السبعه وكل اللي بنعمله مشاكل مش اكتر. لو عاوز تنضم لينا وتفكك من الحياه لوحدك قول دلوقتي على اللي انت عاوزه واحنا موافقين انك تنضم لينا. اسكانور بيتاثر من كلامهم بيزعق على اخره بيقول انا مش عاوز افضل عايش وحيد طول عمري، عاوز اكون معاكم. بيحكي لهم بعدها على اللي حصل زمان لما روزا ضحت بحياتها علشان تهربوا من عيلته. بيقول لهم من بعد ما سابتني في البرميل ده وانا ما شفتهاش تاني. مارين بتقول له انا ممكن اخليك تشوفها عادي. اسكانور بيتاثر وبيقول لها يا رب ترضى تشوفني، انا حاسس انها عاوزاني اموت اصلا. بان بيتضايق من كلامه بيقول له ما تسترجل يالا انت مش راجل ولا ايه؟ اسكانور بيقع. بعدها مليودس بيتقدم بيقول له بكره الظهر وانت في اوج قوتك استناني هناك انا هقتلك. وفعلا اسكانور بيستناه. مليودس بينزل عليه بيقول له لو انا فزت عليك فهتنضم لينا في الخطايا السبعه، لكن لو انت فزت فاعمل اللي انت عاوزه. اسكانور بيقول له تمام اجهز بقى لموتك. بيبدا قتال من نار ما بينهم واسكانور كان مسيطر في الاول بس يا صديقي مليودس بعدها بيكسر دماغه بيدوس على رقبته. بيقول له بعدها لو انت عاوز تموت قوي كده فانا هقتلك، بس افتكر حياتك ما عادتش ليك لوحدك، روزا ضحت بحياتها علشان تنقذك، انت لازم تسترجل. اسكانور بيتأثر جدا وبيقول له بعدها انا عاوز اشوفها، يقصد روزا يا صديقي. مارين بتسمع الكلام وبتوديه عندها. ايوه دي عاصمة الموتى، وده طبعا علشان روزا كانت ماتت بعد ما هربته. اسكانور لما بيسمع صوتها بيتأثر جدا بيشكرها علشان انقذته زمان. روزا هي كمان فرحانة علشان هو لسه بخير. قالت له انا كنت براقبك طول الفترة اللي فاتت وعارفة عنك كل حاجة. بيفضلوا يتمشوا سوا لمدة طويلة واسكانور قلبه بيرتاح جدا، الذنب اللي عليه بيتشال. بينضم بعدها للخطايا السبعة وكل لما كان بيتعصب كان مليودس بيكسر دماغه. نرجع بقى للقتال بتاعنا. كان اسكانور جمع كل طاقة حياته حوالين جسمه وقال لملك الشياطين اجهز علشان هشويك. مليودس والكل بيلاحظوا اللي هو بيعمله عاوزين يمنعوه لكن محدش قادر. الشيطان هو كمان كان اتصدم من حجم قوة اسكانور وحاول يشد دراعه ولكن ما قدرش. اسكانور بعدها بيستهزئ بيه وبينزل ضرب فيه من كل حتة. ملك الشياطين حرفيا بيتعجن. اسكانور طاقته عالية جدا ولكن كان دفع حياته تمن للطاقة ديت. بيضرب ملك الشياطين وبيبعدوا عنه كده، بيشفي الجرح اللي في بطنه، بيجهز علشان يقتله. ملك الشياطين بيتعصب جامد بيحدفه بهجوم ظلامي شامل هيكسره، ولكن الخطايا بينضموا ليه وبيضربوه. ملك الشياطين بيرجع له الهجوم وحرفيا بيتعجن. اسكانور وقتها بيتعصب منهم جامد بيقول لهم مش قلت لكم محدش يتدخل في القتال، انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ مليودس وقتها قال له انا اللي بسألك ايه اللي انت بتعمله؟ انا ما خليتكش تنضم للخطايا السبعة علشان تضحي بحياتك بالشكل ده، انت بتعمل كده ليه اصلا؟ اسكانور وقتها اتأثر من كلامه قال له فاكر لما انا كنت ما بعرفش اتحكم في قوتي كنت انت دايما معايا بتحاول تعلمني، حتى لما كنت بخرج عن السيطرة كنت بتضربني وبترجعني لطبيعتي. انقذت حياتي وعطيت لي مكان اعيش فيه وسبب للحياة. انتم العيلة الوحيدة اللي وفرت مكان لواحد زيي علشان يعيش فيه، فمن فضلك سيبنا اضحي بالحياة اللي عطيتها لي علشان احميكم. الكل وقتها بيتأثر جدا من كلامه. ديانا كانت عمالة بتعيط ولكن فجأة ملك الشياطين بيطلع وحش عملاق علشان يهجم عليهم ويقتلهم. اسكانور بيطير على الوحش ده بكل شراسة وخلاص هيقتله. متخيل بقى ان مليودس والخطايا يسيبوه يعمل كده يا صديقي؟ لا والله، الكل بيتجمع عليه وبيساعدوه، بيضربوا الوحش معاه، بيقتلوه، وحرفيا ملك الشياطين اتعجن. في نفس الوقت ده كان زلدريس بدأ في قتاله في عالم الارواح ومش راحم ابوه نهائي. هو شكل الاب ده بيحب يتضرب من ولاده باين، بس ما علينا يعني. مليودس هو كمان وباقي الخطايا كانوا شغالين ضرب فيه من بره ومحدش عاطيله فرصه. زلدريس بيستخدم عليه تقنيته الاسطوريه وهوبا طريق السلام انت. زلدريس خلص عليه والخطايا برضو كانوا خلصوا عليه بره. الوصايا بدأت تخرج من جسمه. زلدريس بيرجع لطبيعته. بان بيجري عليه بسرعه وبيلحقه قبل ما الوصايا تدخل في جسمه تاني. بعدها مليودس بيحيي اخوه على شجاعته وهزيمته لملك الشياطين جوه عالم الارواح. زلدريس بيتحرك من كلامه كده ووشه بيقلب الوان. بس هل الموضوع هينتهي عند كده؟ لا والله، ملك الشياطين ما بيستسلمش برضه. بيحدف ال10 وصايا في كل
كل الارض اللي حواليه، بيمتص الطاقه السحريه من الارض والحيوانات، وحرفيا محدش فاهم ايه اللي بيحصل. بيظهر الشكل الاخير لملك الشياطين واللي كان مرعب جدا. كل العالم بعدها بيحس بيه وبالخطوره بتاعته. الناس كلها خلاص حست ان دي نهايتهم. بس متخيل ان الخطايا السبعه يحسوا بالنهايه يا صديقي؟ لا والله، العيال بيبصوا له بنظرات كده، واللي هو انت اخرك فاضي يالا، ده ايه الحلاوه ديت. الشيطان وقتها بيجمع طاقه دراعاته وبيهجم على العيال بهجوم ساحق بيكسرهم. الطاقه بتاعته عاليه جدا والعيال محشوره في مكانها ومحدش قادر يهجم عليه. الكل بيحاول وبيعافر ولكن الهجوم بتاعه قوي بشكل لا يوصف. في الوقت ده مارين بتقول لهم ما تقلقوش، بتستخدم تعويذه التقويه عليهم وبتعلي سحرهم اضعاف مضاعفه. بعدها الكل بيهجم بسرعه على الشيطان علشان يجيبوا اجله. اللي بيعرف يرمي السحر هيرمي، واللي بيعرف يهاجم هيهاجم، وجوسر هيثبت عقله علشان ما يعرفش يستخدم سحره ويعكس الهجوم بتاعهم. الشيطان بيحاول يصد هجومهم الشامل عليه ولكن ما بيقدرش. وقتها الهجوم كان رايح عليه بسرعته القصوى. ملك الشياطين حس ان دي نهايته، بيترجى مليودس علشان يلحقه باي طريقه، وفعلا مليودس لحقه، عكس الهجوم عليه. الشيطان بعدها بيضحك على غبائه وبيشق ابنه النصين. بس للاسف انت المغفل يا صاحبي، دي كانت نسخه من مليودس عاملها علشان يقوي الهجوم اكتر واكتر. بيضرب الهجوم من هنا، بيتضاعف من هنا، حرفيا الشيطان هيعملها على نفسه. مليودس بعدها بيقول له انا فرحان علشان ما انقذتش اب عره زيك. بيحدد الزاويه المطلوبه، وهوبا احلى مسا عليك يا ملك الشياطين. هجوم كاسح شاسح دمر المنطقه بالكامل ومسح ملك الشياطين والاراضي بتاعته. ده ايه العظمه ديت. بعدها الوصايا بترجع تاني ومليودس بيتحول للشكل ده وبيدمرها، وبكده ملك الشياطين اتهزم اخيرا والى الابد. الشمس بعدها بترجع لطبيعتها من جديد والمكان بينور والكل في المملكه فرحان وفي قمه السعاده. بعدها زلدريس بيودع مليودس، بياخد حبيبته معاه وبيمشي من المكان كله. بس للاسف اللي كنا خايفين منه حصل. اسكانور طاقته ما بتهداش وخلاص فاضله شويه وروحه هتختفي من المكان كله. الكل حرفيا واقف متاثر ومحدش قادر يرفع عينه. اسكانور في الوقت ده بيشكرهم كلهم، بيقول لجوسر شكرا على اعتنائك بيا دايما وسماعك لمشاكلي. بيعتذر كمان من ديانا وكينج علشان مش هيعرف يحضر فرحهم. بيبص لمليودس بعدها وبيشكره، بيقول له انت اعز صديق ليا، شكرا على كل اللي عملته علشاني. اخيرا بيبص بعدها على حبيبته مارين، بيعترف لها بحبه، بيقول لها انا كنت طول عمري بحبك، مش علشان انت فيكي شبه من روزا لا، ولكن علشان انت عمرك ما عملتني بطريقه خاصه. مارين وقتها بتتاثر من كلامه، بتقول له انت ليه حبيتني كده؟ مش يمكن انا كنت شايفاك كعينة تجارب مش اكتر. اسكانور قال لها حتى لو كنت كده انا فرحان لمجرد اني عشت في قلبك ولو للحظه واحده. وبعدها النار حوالين اسكانور بتزيد وخلاص شكلها دي نهايته. بيأمر الكل يبعد عنه علشان محدش يتحرق بالنار ديت. ولكن فجأة مارين بتتقدم وسط النار وهوبا انت عارف بقى يا صديقي، بتشكر اسكانور على حبه ليها وبتقول له بعدها هسيب العلامة ديت في وشي علشان تفضل تفكرني بأكتر راجل حبني. اسكانور وقتها بيتأثر جدا من الكلام ده، بيعيط من الفرحة، بيشكرها على الكلام ده وبيتغزل بيها بآخر أبياته الشعرية. بعدها طاقة حياة اسكانور بتخلص وبيخلص معها أقوى أسطورة في الخطايا السبعة، خطيئة الأسد اسكانور. الكل طبعا كان في الوقت ده زعلان ومحدش قادر يتكلم. وبس لحد هنا بيخلص الجزء ده. أنا عارف إنك زعلان وعاوز تعيط يا صديقي، بس صدقني مش كل حاجة نهايتها دايما لازم تكون حلوة. المهم يعني فاضل لسه جزء من الخطايا، بصراحة أنا ماليش مزاج أعمله ومش عارف انتم زيي ولا لأ، فأنا هستناكم بقى في التعليقات. وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.